هاي جايز، فيديو النهارده هيكون هاخدكم في روتين الويك اند. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وشير وشارات ويلا نبدا. ففيديو النهارده بدأ متاخر شويه، بس انا ناويه اعمل فيه حاجات كتير قوي، او هو هيتعمل فيه حاجات كتير قوي لان انا اوريدي ما عنديش وقت، وانا بجرب طريقه تصوير جديده وايديت جديده، فمحتاجه اعرف رايكم. فيلا بينا. اول حاجه انا المفروض قبل اي حاجه المفروض اعمل الحاجات اللي ورايا في البيت. ايه هي بقى؟ المطبخ. فانا داخله او رايحه اشوف حاجه المطبخ بالمطبخ بكل اللي فيه. بعد كده هنطلع من المطبخ. المفروض واول حاجه محتاجه اعملها ان انا احط اويل على شعري، عشان انا اديلي مرتين مش بحط اي حاجه على شعري ولا احط هير ماسك، يا دوبك بس الكونديشنر بسلك بيه شعري وخلصنا. فلا، محتاجين شويه اهتمام شويه بشعري. يلا بينا نجهز. فاول حاجه ابتديت احط الزيت بتاعي في الازازه دي عشان اعرف اسهل توزيع الزيت على شعري. انا حطيت على الشعر نفسه مش على الفرو، عشان كده قعدت بيه كتير قوي، يعني قعدت بيه كتير جدا، مش عارفه تقريبا 6 ساعات او حاجه. فيعني تمام. فانا حطيت دلوقتي زيت على شعري، هغطيه وهروح هغسل مواعين وهشوف ماما تعمل اكل امتى، وبعد كده ارجع لكم. وهنا كنت خلصت خلاص كل المطبخ، ما فضلش غير البوتاجاز احط الحاجات دي. نسيت اصور لكم اصلا، فافتكرت ان انا اصور لكم البوتاجاز. فايه رايكم بقى في الايديت؟ عايزه رايكم بجد. انا عامله شغل جامد. وهنا بعد ما ماما عملت الاكل، انا ما عملتش اي حاجه في الوقت ده، ماما هي اللي عملت الاكل. كنا عاملين بطاطس لحمه ورز، وبعد كده حمينا جوجو. شايفين العسل يخلص. فيا جماعه حمينا انجلينا، خدت شاور اللذيذ بتاعها. فدلوقتي تعالوا نشوف هنعمل ايه بعدها. وبعدها ابتديت ارتب السرير بتاعي. انتوا من نظركم هتشوفوا ان السرير مترتب، بس هو فعليا مش مترتب. هتشوفوا ان انا متشد في الملاية، هي حرفيا كانت متبهدله. ورتبت المخدات عشان انا بنام كده، وحطيت البتاعه دي وخلصنا. وهنا مارتينا طبقت الهدوم وسابتها على المكتب، فانا كاخت كبيره بتطوع وعملت الهدوم مكانها. ويعني شفت هنا المكان ما كانش احسن حاجه، فروحت ظبطته ورحت عملت البنطلونات. هنا طبعا البيجامه فسبتها زي ما هي، بصراحه كسلت. وهنا البلوزات فرستها. بعد كده وقت الشاور طلعت البيجامه بتاعتي، وكمان الليف ان والجل. ما استخدمتش الليف ان ده، بس يعني ما كنتش لاقيه سانسلك، واستخدمت الحاجات الجميله دي فيا جماعه انا خلصت ستايلنج لشعري. عملت اسوأ طريقه ستايلنج ممكن تتعمل في تاريخ اي حد شعره كيرلي، بس محتاجه اعرف رايكم. انا شعري طول ولا لا؟ اظن واضح جدا ان انا قد ايه مبسوطه ان هو طول، ويا رب يفضل يطول بالكثافه دي، عشان انا حرفيا بقى في فراغات في شعري. انا مش عارفه ايه السبب على ما. طيب دلوقتي انجي، انت المفروض تعملي ايه دلوقتي؟ انا المفروض ابدا عليا حاجتين قبل ما انام انا لازم اعملهم. اول حاجه وهي ان انا انزل لكم فيديو بتاع دي 7 من تحدي 17 حاجه قبل يوم عيد ميلادي ال17. اللي ما يعرفش ان انا عيد ميلادي من دلوقتي تقريبا بعد 10 أو 9 أيام. أنا عاملة الفيديو ده من يومين ونسيت أنزله أصلا. أنا بقلب في الصور لقيت الفيديو، فمحتاجة أنزله. وبرده محتاجة أعمل أو أجهز الأفكار بتاعة فيديو أنتوا طلبتوه مني كتير قوي، وهو هنعمل إيه في الأجازة، بما إن خلاص بقى رسميا كلها أسبوعين وكل طلاب مصر ياخدوا أجازة، اللي هم من أول ابتدائي. خلاص ابتدائي أصلا واخداها من زمان جدا، تقريبا داخلين في شهرين، بس يعني الشهرين اللي جايين إن شاء الله يبقوا برضو مفيدين. واعدادي وثانوي، وثانوي بقى اللي هو ثالثه ثانوي. انا بعد شهرين ابقى دخلت ثالثه ثانوي، بس يعني كلنا هندخل، كلكم هتعدوا على ثالثه ثانوي، وفي ناس منكم عدت. فيعني خلاص بقى. فمحتاجه اعرف رايكم في الستايلينج. مش عاجبني بربع جنيه، بس يعني حاجه تسهل عليا وخلاص بجد. فانا مش عارفه انزل دي 7 على اليوتيوب ولا لا، بس انتوا مش بتفعلوا على اليوتيوب، ومفيش تفاعل اصلا على التيك توك برضه. المهم هنزل الفيديو وارجع لكم عشان هنجهز مع بعض الافكار اللي هنعملها في الاجازه. فيلا بينا. وانا بعمل ايه للفيديو رحت نزلت جبت عنب وهكمل الفيديو. انهي فيديو بقى اكتشفت انا مش عامله له ايديت اصلا، فهنعمله. فيا جماعه انا بعمل لكم ايديت للفيديو دوت، عشان قلت لكم هعمل ايديت. فمارتينا قامت شالت المكتب ده لزته لقدام زي ما انتم شايفين. عارفين هنا تحت ايه؟ الكحول. انا كنت قلبي على الدنيا وجبت واحد غيره، والمقص الصغير ده والتوكه. كل حاجه كنت قلبي عليها الدنيا لقيتها تحتي. اولع في مين دلوقتي؟ مين اللي رماهم هنا؟ عامه انا بعمل لكم ايديت في الفيديو اللي انتوا بتسمعوه دلوقتي.
عشان ننزل لكم بكره. وبعد ما نزلت الفيديو ابتديت اجهز اللبس اللي هنزل بيه الكنيسه. اخترت بنطلون مريح وكمان البلوزه دي بحبها قوي، مش عارفه ليه بس يعني بحب البسها. وده الاوتفيت مع بعض، وبرده نفس الحاجات اللي بستخدمها كل صبح كل بنزل كل اي وقت. البادي سبلاش دوت، ولازم بادي سبلاش، والسان بلوك او سان سكرين مع انه مش حلو بس بستخدمه. واستخدمت ماسكارا، والمرطب ده بجد يا جماعه خطير. واستخدمت ديودرنت نيفيا. في ناس هتقول ان هو مقاطعه، هو مش مقاطعه، وده كلام تطبيق قضيتي. اعملوا نفسكم مش سامعين صوت المروحه عشان بجد مستحيل اقعد من غير مروحه عشان مفطس. المهم زي ما جهزت معاكم اللبس دلوقتي تعالوا نجهز الشنطه والاكسسوارز مع بعض. اول حاجه انا الحاجات دي جهزتها وصورتها معاكم، بس المايك طلع مش بيصور لانه فاصل شحن، فهنتعامل كده من غير مايك. اول حاجه محفظتي، هي ما فيهاش فلوس بس هيبقى فيها فلوس بكره فمهمه. والاشرب بتاعي ما ينفعش انساه طبعا. وسماعتي عشان انا صاحبتي لو حبينا نصور تيك توك، مع ان مش بنصور بس لو حبينا. كم ملي دول من البودي سبلاش بتاعي، هو بيثبت بس انا مش عارفه واخده ليه، بس هو شويه. حاجه برضو هو القلم عشان احنا بنكتب، هتقولنا بتكتبوا ايه؟ بنكتب، محتاجين قلم. وبالنسبه للاكسسوارز، اول حاجه الخواتم انا لابساها، فالختمين دول ما عنديش غيرهم ما عنديش غيرهم جولد فانا بلبسهم، لكن عندها سيلفر كتير قوي ومحدش بيلبسهم، هما مش حلوين بس يعني ماشي. وكمان هلبس السلسلتين دول مع بعض، انا دايما بلبسهم مع بعض ودايما على طول بلبس الاتنين دول، بس حتى لو التيشيرت او البلوزه رقبتها مش مفتوحه زي البلوزه اللي هلبسها دي رقبتها مفتوحه وبلبسهم عادي. والحلق مش بغيره، هو الحلق الجميل الصغنطوط دوت. وكمان حاجه مهمه جدا، انكم تشوفوا لي تنسيق للحزام ده. بجد يا جماعه انا جبته على اساس ان انا على العيد هجيب سكيرت بيضه تبقى فانشه قصيره يعني على الركبه كده، وبلوزه فوقيها برده بيضه كاني مسافره السما، بس مش مهم ابيض في ابيض يعني، واحط دوت والعب بقى في الشنطه والكلام ده. انا ولا جبت ده ولا جبت ده ولا جبت ده، بس جبت الحزام. فاحنا عندنا فرصه نلبسه على الفساتين بتاعه الصيف، فمحتاجه تنسيقات عشان لو رحت المؤتمر لازم اخده، يعني لازم يتلبس مش هيبقى. وبس كده يا جماعه بيكون خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وشير. واللي هيسال انا رايحه فين، انا رايحه الكنيسه، اظن اكيد قلت يعني، بس المهم انا رايحه الكنيسه ولازم اروح الكنيسه بكره اللي هو يوم الجمعه، اللي هو اليوم اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو اللي هو دلوقتي الساعه 2:30، بس يعني ماشي هنحاول نتقبل نبلع الكلام. ولازم اروح ليه؟ لان المسات بعد الاكل، انا نسيت اقول لكم حاجه زي كده، بعد الاكل جم وطبعا ما ينفعش ارفض لهم، هيقتلوني المره الجايه عشان دي كتير قوي ما بروحش الكنيسه، فيعني لازم اروح. وكمان قولوا لي على افكار اعملها لكم غير فكره نعمل ايه في الاجازه، مع ان الاجازه خلصت، بس يعني نعمل ايه في الاجازه عشان اجازه ايه اللي خلصت؟ اجازتي انا خلصت كلها شهر. انا لسه هبدا اول امتحان جوه المجموع بعد بكره، بعد بكره يوم الاحد، بعد يومين. انت داخله الجامعه شوبنج هول. المهم قولوا لي على افكار غير الفكره بتاعه الاجازه عشان دي انا جهزتها يعني، فاضل على التصوير ان شاء الله هحاول اصورها لكم بكره وبعد بكره، بعد بكره او بعد بكره عشان مستحيل بكره اصور لكم حاجه. المهم وافكار تانية بقى عشان نعمل لكم عشان انزل. خلاص الفيديو لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وشير وشعارات، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.